صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. لك ذات العلوم من علم الغيب ومنها لآدم الأسماء. لم تزل بظواهر الكون تفخر لك الأمهات والآباء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. تتباهى بك العصور وتسمو بك عالياء بعدها عالياء. وبدا للوجود منك كريم من كريم أباه كرماء. نحسب العلا بعلاه قلدتها نجوم الجوزاء. حبذا عرض سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. ومحايا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور من يومه وازدهاء. وتوالت بشرى الهواتف الأنبال ولد المصطفى وحق الهناء. وتداعى إيوان
ربنا
ولي من حيث شاءوا نقضوا مبرم الصحيفة شهدت عليهم من العدا أهداه أذكرتنا بأكلها كبسات سليمان رقة الخرساء وبها أخبر النبي وكم أخرج خامنه الغيوب خباء لا جفا جانب النبي مقاما حين مسته منهم الأسواء كل أمر بالنبي نفى الشدة فيه محمودة والرخاء لو يماس نظرهم من النار لمغفرة للنظار السلاح كم يدير النبي كفها الله وفي الخلق كثرة واشتراء إن دعا وحده العباد وأمسات منه في كل مقلة أبداء هم قوم بقتله فأبى السيف وفى الوفاة الصفواء وأبو جهل رأى عنق الفحل إليه كأنه العنقاء واقتضاه النبي دين الأراشد وقد سابقه الشراء ورأى المصطفى أتاه بما لم ينج منه دون الوفاء نجاه هو ما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعد الخطاء وأعادت حمالة الحطب الفكر وجاءت كأنها الورقاء يوم جاءت فضلا تقول أبي مثل يمين أحمد يقال الهجاء وتوالت ومرأت ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء ثم سمت له اليهودية الشاة وكان سما الشقوة الاشقياء فأذاعت ذراع ما فيه من شر بلطف يخفأ إبداء وبفضل من النبي كريم لم تقاصص بجرحها الأشباه من تفضل على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيه مبلغ وأتى السبي فيه أخت رضاعٍ وضع الكفر قدرها والسماء فحماها بالرتوى هبت الناس به أنها السماء رداء وسطى المصطفى لها بالرداء أي فضل حواه ذاك الرداء فغدت
وقت كل شرط جزاء وعلى باب الحصر أقصد جيشا مع صاحبه وما الإرضاء ودعا لنا بالإبهامات سنة بالوحود شباب فاستهلت بالغيث 7 أيام عليه سحبته الوفاء
بها البلغاء كل يوم يهدي إلى سميعه معجزات من لفظه القراء تتحلى في المسامع والأكواب والجلي والحلوى رقراطا ورقمات فجاءت بهداها وحيها الخمساء وأرانا بالغوامض فضل رقة من زلالها وصفاء إنما تشتري الوجوه إذا ما جليت عن مرأتها الأصداء صور منه أشبهت صورا منا ومثل النظائر النظراء والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يهمنك الخطباء كما بانت آياته من علوم عن حروف أبنى عنها الرجال فهي كالحب والنوى أعجب الزور منه سنبل وزكاء وقالوا في التردد والريب فقالوا سحر وقالوا افتراء وإذا البينة لم تغن شيئا فالتماس الهدى به النعناء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقول النصحاء قوم عيسى عملتم قوم موسى بالذي عملتكم الحنفاء صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم إن لبئس المواء لو جحدنا جحودكم لاستوينا أوللحق بالضلال استواء ما لكم إخوة الكتاب أناسا ليس يرعى للحق منكم إخاء يحسدون أول الأخير وما زال كذا المحدثون والقدماء قد علمتم بظلم قابل هابيل ومطت الإخوة الأشقياء وسمعتم بكيد أبناء يعقوب أخاهم وكلهم صلحاء حين ألقوا في الغيابة جبه ورموه بالإفك وهو براء فتأسوا بمن مضى إذ ظلمتم فتأسي للنفس فيه عزاء أتراكم وخرجتم حين قالوا أتراكم أحسنتم إذا ساءوا فتمادت على التجاهل الأبناء تخافت أثرها الأبناء بينت وزرتهم والأناشيد وهم في جحوده شركاء إن تقول ما بينت فما زالت بها عن عيونهم غشواء أو تقول قد بينت كما للحزن عما تقوله صماء عرفوه وأنكروه وظلما كتمت شهادة الشهداء هو نور الإله تطفئه الأهواء الذي به يستطاع أولا ينكرون من طحنته برحاها عن أمره الهيجاء وكساهم ذوق الصغار وقطن الدماء كل وصيل الدماء كيف يهدي له منهم قلوبا أشرها من حبيبه البغضاء خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تثليثكم والبلاء ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد الله الصفي
بعد ساو اللي يوجد الإنسان من بدا لله بذنب إسحاق وقد كان الأمر فيه مضاه أو ما حرم الإله نكاح الأخت بعد التحليل فهو الزنا لا تكذب أن اليهود وقد ساءوا عن الحق مشرا الرهماء جحدوا المصطفى وآمن بالطاغوت قوم هم عندهم شرفاء قتلوا الأنبياء واتخذوا العجل ألا إنهم هم السفهاء وسفيهم نساء المن والسلوى وأبطأ الخمو والقثاء ملئت بالخبيث منهم بطون فهي نار بمقها الأمعاء لو أريدوا بحال سبت بخير كان سبت الذي هم الأربعاء هو يوم مبارك إلى للتصريف فيه من اليهود يزيداه وبظلم منهم وكفر عاداتهم طيبات بتركهم تنزلاه خدعوا بالمنافقين وهاجروا فقل على السبيل الشقاء واطمأنوا بقول الأحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء حلفوهم وخلفوهم ولم أدري لماذا تخلف الحلفاء أسلموهم لأول الحصر لا بيعتهم صديق ولا الإله سكن الرب والخراب قلوبا وبيوتا منهم نعى الجلاء وبيوم الأحزاب إذ زغت الأبصار فيه وضلت الآراء وتعدوا إلى النبي حدودا كان فيها عليهم العدوى ونهاهم وما انتهت عنه قوم فغليظ الأمر والنهاء وتعاطوا بأحمد منكر القول ونطق الآلة بالأوراق كل رزق يزيده الخلق السوء سفاها والملة الأوجاء وانظروا كيف كان عاقبة القوم وما سقى للبدي البداء وجد السب فيه سهم ولم يدري إذا الريم في المواضع باء كان ما فيه قتله بيديه فهو بسوء إبليس سفاء أهو النحل قرصها يجلب الحتف إليها وما له إنكاء صرعت قومه حبائل
يكون أمر زلة عزوة
صلي